وما زال الهجوم على بسمة بوسيل مستمر. انا مش عارفة ايه اللي حصل اقسم بالله، بس هي جات لي رسالة بسيطة صغننة كده، بما ان انا يعني تقريبا واخدة صف بسمة على طول. شفتي بسمة وهي بتلقح على تامر حسني في الاغنية بتاعت سميرة سعيد ولا ما شفتيش؟ شفت. بس يعني ايه، خلينا كده نتكلم الاول عن بسمة عشان اللي ما يعرفش معلومات تانية عن بسمة، لو في حد جديد دخل القناة او مش عارف اي معلومات عن بسمة حتى من اللي متابعني. بسمة هي مصممة ازياء، مغنية مغربية، اعتزلت الغناء اصلا قبل جوازها من تامر حسني. عندها 3 ولاد، تاليا وأمايا وآدم. عاشت مع تامر حسني 12 سنة. شاركت في الموسم السادس من برنامج ستار أكاديمي، ووصلت للنهائيات وحصلت على المركز الثاني، وقدمت أغنية محال كتحية منها للجمهور المغربي علشان هم دعموها للنهائي في ستار أكاديمي، وده طبيعي. وتعرفت على تامر حسني بعد تجربتها في البرنامج مش قبل، يعني كانت خلاص وصلت النهائيات. يا جماعة محدش يقول ان هو مثلا خدها وهي ما تعرفش حاجة، هي اوريدي كانت بدأت اصلا طريقها في الشهرة، وعملت كمان مع تامر حسني دويتو ما تسأليش، ولكن الاغنية ما انطرحتش رسميا اصلا، ده بناء على طلب تامر نفسه. وتم انتاج ألبوم كامل ليها، ولكن برضو تامر قرر عدم طرحه في الاسواق، وده طبعا بموافقة بسمة نفسها ورضاها، هو ما غصبهاش على حاجة. بسمة اتولدت في المغرب عام 1991 في وسط عائلة صغيرة، عندها 2 اخوات والاب والام، وهي كانت تقريبا البنت الدلوعة الوحيدة اللي فيهم. وطبعا انتوا عارفين البنت الوحيدة يعني ايه. وكانت بتدرس طب بشري وما كملتش دراستها علشان هي عايزة تدخل مجال الفن. وفي عام 2009 شاركت في البرنامج ده اللي اتعرفت بعده على تامر، اللي هو برنامج اكتشاف المواهب ستار أكاديمي رقم 6، عشان هم كانوا مواسم والناس كلها اعجبت بيها، ولجنة التحكيم اعجبت بيها، ولو صوتها مش حلو اصلا ما كانتش يا جماعة وصلت للنهائي اصلا، ما كان من اول مرة على طول مش حلو وخلاص، ولا لجنة التحكيم كانت ادتها صوت ولا الجمهور كان ادها صوت، ولكن هي احتلت المركز الثاني. وفي سنة 2012 اتجوزت تامر حسني، وده كان اصلا مطربها المفضل وكان فتى احلامها زي كل البنات او معظم البنات، عشان بس ما نعممش، في ناس بتحب حماقي وفي ناس بتحب تامر وفي ناس بتحب، كل واحد بيحب على ذوق. واتجوزوا، وده كان في حفل عائلي بسيط في المغرب، وده برضو بناء على رغبة تامر عشان الصحافة والبروباجندا اللي هو اصلا ما كانش عاوزها. وفي 2013 ربنا اكرمهم ببنتهم الاولى تاليا. وطبعا بعد كده حياة بسمة بعد الأخبار ما انتشرت والموضوع انتشر، خلاص الإشاعات بدأت تدخل حياتهم، والمغامرات بتاعت تامر، ومرة كويسين ومرة زي أي بيت في الدنيا وأي بيت في العالم بيحصل فيه مشاكل، مرة بنتصالح ومرة بنتخانق ومرة بنزعل من بعض عادي، زي أي بيت في الدنيا، زي أي 2 متجوزين، خلاف إن هم عندهم الجانب الآخر اللي هو بينغص عليهم حياتهم وهي الشهرة. تمام. المهم يعني لحد ما ربنا سبحانه وتعالى من عليهم بقى بحياتهم كده، والدنيا ايه فضلت مستقرة معاهم لحد 12 سنة، وشوية في اشاعات وشوية ما فيش اشاعات، والدنيا اهي بتمشي. نيجي بقى للاخ او الاخت انا مش عارفة اللي باعت الرسالة علشان ما نتوهش من بعض ونعرف موضوع الكليب او الدويت الصغنن اللي عملته بسمة. هي كانت بتقول انا بقول له طبعا انا شفت طبعا الفيديو، انا من بص طالما انت بعت حاجه لحد عندي وانا ما اتكلمتش فيها، انا ما اتكلمت يعني بتاع الكليب ده بقاله كام يوم على التيك توك والناس كلها بتتكلم، وانا بصراحه ما كنتش هتكلم فيه، بس هتكلم. شفت الفيديو اللي هو كانوا بيغنوا هي وشام الذهبي بنت اصاله، اديني سبته هو وما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واشرب واشتغل واعمل كل حاجه، لا لا مش زعلانه وكئيبه.
مش ماسكه صورته وبتقهر زي العبيطه، ولا ماشيه وبخبط دماغي في كل حيطه. بعدك مش متصنف نصيبه. هو ده الفيديو اللي حضرتك تقصده، صح؟ لو كنت جبت اللقاء من الاول كنت عرفت. طب انت زعلان ان هي مش زعلانه يعني وما حصلهاش حاجه، ولا زعلان ان هي بتاكل وبتضحك وبتشتغل ومش ماسكه صورته وبتتقهر زي العبيطه، ولا انت عاوزها تفضل مقهوره وقاعده تعيط ومكسوره ومنطويه على نفسها، عاوز حياتها تقف يعني وتفضل قاعده مستنيه بقى الباب يخبط عليها؟ ده هيريحك يعني الناس اللي شايفه ده هيريحكوا ويهدي بالكوا يعني. مبدئيا انا شفت اللقاء كله، مش الفيديو بس، عشان برضو ايه الناس اللي بتقطع حتت وحطوها. وانا شفت بسمة بتلقح على تامر حسني، بسمة بتغيظ تامر حسني، رسالة بسمة لتامر حسني. ايه 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 مبدئيا يا جماعة الست دي عملت دويتو هي وصاحبتها، وطبعا كلنا عارفين ان هشام الدهبي هي الصديقة المقربة لبسمة، وكل واحد فيهم عايش في مكان فما بيشوفوش بعض كتير في الفترة الأخيرة، لأن كل واحد يعني بسمة عايشة في 6 أكتوبر وشام عايشة في التجمع الخامس، وكل واحدة ليها شغلها وانشغلت ببيتها وبحياتها. وده طبعا الموضوع كله ان كان في لقاء كامل كانت معاهم اصلا، كانت عزومة على الفطار وكانت معاهم سميرة سعيد، فهم عملوا الدويتو ده مع بعض بناء على وجود سميرة سعيد. لا جابوا سيرة تامر ولا حامد ولا عبد السلام ولا اي بني ادم في الدنيا. هما اتنين شافوا بعض، حتى اتفاجئوا بوجودهم هما الاتنين هناك يعني. ولا بسمة كانت تعرف ان شام رايحة، ولا شام كانت تعرف ان بسمة رايحة، لان هما ما اتكلموش في الموضوع ده اصلا. تمام. وكانت الست هناك وكانوا بيضحكوا سوا والدنيا تمام، وسميرة سعيد كانت بتضحك معاهم. وانتوا لو كنتوا شفتوا اللقاء كامل بطلوا تجزأوا الحتت وتحطوا الحتت اللي انتوا عاوزينها عشان تعملوا حاجة. تمام. يا تجيبوا الموضوع من اوله وتتكلموا فيه وده هيبقى كلام يحترم، جيبوا اللقاء كله من اوله لاخره بكل تفاصيله، يا ما تخشوش تجيبوا الحتة اللي انتوا عاوزينها وتحطوا الدنيا عليها وخلاص كده. بالعكس، لا، لما الاقي حاجه زي كده انا بدخل اشوف واجمع كل اللقطات اللي في الفيديو، او كل الحاجه اللي حصلت عن اللقاء ده وعن الفطار اللي كانوا عاملينه والدعوه اللي كانوا عاملينها للناس، واشوف مين اللي موجود وهم ليه عملوا الدويتو ده، وهم ليه طب ما هم غنوا اغنيه تانية سوا، اشمعنى دي اللي انتوا نزلتوها وقصدتوا بيها تامر وحطيتوا عليها التاتش بتاعكم؟ مش عارفه. المهم يعني ده ردي على السؤال بتاعك. نصفي النية شوية ونحط يعني إيه كل حاجة في مكانها. مش لازم ان احنا نطلع نعمل من الحبة قبة ونحط شوية السمسم اللي احنا بنحطهم على الوش عشان الترندات ونعمل مشاهدات والدنيا تعلى والناس تتكلم والناس تتفرج والدنيا تقوم، وكل واحد يدي نفسه الحق ان هو يكتب اللي هو عاوزه على مزاجه ويحط العنوان اللي يكتبه ويرتب افكار جت في دماغه هو بس على اساس ملهاش اي دعوه بالصحه اصلا. امال طبعا هنتسلي صيامنا بايه؟ ما احنا في رمضان بقى، كل سنه وانتم طيبين، ودي تبقى النتيجه. نيجي بقى للست اللي عملت منشور يعني فوق الاستفزاز باستفزاز. الست سارة نخلة، او الفنانه سارة نخلة، او الاعلاميه سارة نخلة، او ملك الجمال سوريا. انا مش مقتنعه بصراحه يعني بالكلام اللي هي قالته من ست لست زيها، رغم ان انتي ولا ليكي في الطور ولا في الطحين، ولا ليكي دعوه بده ولا ليكي دعوه بده ولا اي حاجه اصلا، ولكن اديكي زطي في الزيطه وطلعتي قلتي بتقول لها انا غير متعاطفه ابدا وغير مقتنعه انك ضحيه، مقتنعه انك بلا كرامه وبس، من غير لم يعني مش عارفه اقول ايه، عشان هي قالت كلمه ملهاش اي 30 لازمه بصراحه. يعني بالاخر كده هي شايفه ان بسمه بدون كرامه وبس، ان بسمه ما اجبرتش على اي حاجه، يعني تامر ما اجبرهاش على اي حاجه، هي كانت متخليه عن حياتها المهنيه، بل قامت بذلك بارادتها الكامله. وكملت كلامها وقالت بسمه لم تكن تمتلك تاريخا فنيا اصلا يذكر قبل ارتباطها بتامر،
وقد تخلت عن الفن بكامل ارادتها وسعادتها. لما تقرري تقعدي في البيت وتعتزلي الفن اللي انت اصلا ما كانش فيه تاريخ ليكي ولا فيه فن ولا حاجة، وانت موافقة وطايرة من الفرح، وتجيبي اول ولد وتاني ولد وتالت ولد، وكل ده وانت ضحية، مؤكدة ان بس يعني الست نفسها مؤكدة ان بسمة كانت على دراية كاملة بحياة تامر قبل الزواج، ولم يكن هناك اجبار على قراراتها. لم تكن بسمة تصل للشهرة لولا ارتباطها بتامر حسني. قائلة: هل أنت بتقول لها يعني بتوجه الكلام لبسمة، بتقول لها انت اتبنيتي مش اتدمرتي. يعني انت بتقولي ان انت اتدمرتي، لا انت اتبنيتي، ما كانش ليكي اسم ولا كان حد يعرفك ولا حاجه خالص، والناس عرفتك بسببه واتشهرتي بسببه، ولا كان مقعدك في البيت ولا حاجه. عملك بدل المشروع 3 وانت فشلتي عشان مركزه في حياته اكتر ما بتركزي في حياتك انت. ولو انت كنت شايفاه يعني خاين زي ما قالت بسمة، يعني انها بسمة عمرها ما قالت تامر خاين، بس عشان ايه الحته دي ما تجيش في النص والتهمين، عمرها ما قالت حتى ان هو خاين. انها لم يعني طالما انت شايفاه خاين لم يكن عليك البقاء في العلاقه من البدايه، كنت تمشي وما تعيشيش دور الضحيه وتعملي فيها ماكينه تفريخ اطفال عشان قال يعني تربطيه. مفيش راجل بيتربط، وفي إشارة ليها من بسمة في العلاقة إن لم يكن بدافع الحب. انت قعدتي مع تامر يعني مش عشان الحب، بل بسبب المكاسب التي حصلتي عليها. وفي كلماتها الأكثر حدة وتكمل هجوم على بسمة: السبب الحقيقي وراء استمرارك مع تامر في الزواج لم يكن الحب أو حتى الأطفال، بل المكاسب المادية التي كانت تحصل عليها من العلاقة، ومش عشان العيال ولا عشان الحب ولا عشان بس عشان يفضل اسمك مرات النجم تامر حسني. وقالت لها: لو كنت اشتغلتي 20 سنة مش 10 سنين ولا كان حد هيعرفك غير أهل بلدك بس. يعني اللي شهرك وعرف الناس بيكي هو ارتباطك بتامر حسني. وطبعا ما سكتتش على جملة بسمة لما قالت في كلامها ان هي عايزة راجل يعرف ربنا. قالت لها: هو يعني بوزي بيصلى على صنم؟ مش قادرة اشوفك غير واحدة بلا كرامة. طيب انا قبل ما ارد عليكي بجد عاوزة اقول بالمناسبة يا ولاد، عشان افصلكم من الهم اللي احنا فيه ده، النهاردة كانت بسمة مع رامز جلال، كانت احلى حلقة اتعملت، واعتقد من بداية رمضان لدلوقتي، واعتقد لنهايته. بص، برنامج بنوتة انا برضو لسه شايفاها بونبوناية، احلى واشيك حلقة. البرنامج يعني بص، هي مؤدبة ومحترمة، ما قالتش لفظ خارج ولا كلمة ملهاش لازمة. وفعلا انا بس حبيت افصلكم لان انا اتوترت، يعني الكلام وترني، فمش عايزة ادخل في هجوم قصاد الهجوم الا لما افصل في النص عشان اعرف ارد، لان فعلا الكلام يوجع، وكلام بيحرق الدم، وكلام من حد ملوش اصلا ان هو يحكم ولا يقرر ولا يقول ولا كاني ولا ماني ولا ليكي دعوة اصلا انت، ولا انت حصلت مصرية ولا انت حصلت سورية ولا انت حصلت سعودية ولا تعرفي حاجة عن المغرب. فهو الموضوع مش موضوع بلاد، هو الموضوع اصلا مش موضوع بلاد. يعني انت لو هتعملي مصرية فتدافعي عن تامر، لا غلطانة. انت اتولدتي اصلا في السعودية، عشتي في السعودية طفولتك كلها. هقول لكم برضو تاريخها دلوقتي، بس الاول هقول لكم الفنانة فريدة سيف النصر المصرية قالت ايه على بسمة وفي حق بسمة. ومش كل الناس ضد بسمة، انا بحس ان هم اللي ضد بسمة طول الوقت، اللي مستكترين عليها اللي هي وصلته، رغم ان هي ما وصلتش لحاجة، هي لسه ما وصلتش لحاجة وان شاء الله توصل. بس انا بحس ان في ناس عندها كده صفار من جوه، يعني شوية حقد كده. انا مش عارفة بصراحة هو ايه لازمتهم وهم موجودين ليه وايه سببهم. بس انا شايفة ان الناس يعني تامر ما بيردش خالص، ولا بطيب ولا براضي الراجل، ولا كأن حد بيتكلم. الناس بقى قايمة عليها ليه؟ بصراحة مش عارفة، انا حاسة ان هم واقفين لها على نكشة يعني. بس الاول هقول لكم تعليق الفنانة فريدة سيف النصر، وقالت، وطبعا دي فنانة في مصر معروفة وكبيرة ومن سنين السنين، يعني
اكتر من نخلة دي بكتير. يعني لو دي معروفة يمكن من كام سنة يعني، لا دي تاريخ بقى عندنا يعني. قالت ان هي اتفرجت على الحلقة زي ما انا قلت، لان انا شايفة الناس اللي بتهاجم بسمة كلها اراهن ان فعلا 80% منهم ما جابوش الحلقة من اولها لاخرها كده واتفرجوا عليها عشان فعلا يقيموها. دول اقتصوا الحتت اللي الناس نزلتها على التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى الانستجرام وعملوا عليها هجوم. لكن حد بقى دخل كده قعد سمع الساعة وشوية اللي كانت بسمة بتتكلم فيهم، وهتلاقي ان هي ما غلطتش ولا غلطة ولا قالت ولا كلمة، وانا ما زلت مصرة ان هي والله ما غلطت في الحلقة دي ولا غلطة. الحلقة اللي قلبت الدنيا رأسا على عقب، انا دخلت هي ما جابتش سيرة تامر اصلا. السؤال الوحيد اللي الراجل سأله لها وجاب فيه سيرة تامر، بتفكري ترجعي؟ قالت لا في الوقت الحالي لا، او الفكرة مش طارئة في دماغي، وان هي عايزة تبني حياتها وده حقها. وده حقها حتى لو هنقول اي شيء، رغم ان احنا شايفين ان علاقتهم كلها كويسة، بس احنا لازم نخش نحط ايه التاتشات بتاعتنا. انا شايفة ان هم كويسين مع بعض حتى لو في الانفصال، حتى لو ما فيش رجوع، ما شرط، عادي جدا يا جماعة. كل واحد هيشوف حياته، اتجوز ما اتجوزت انا حرة. انا دلوقتي بشوف حياتي ايه اللي جاية، انا عايزة اعمل فيها ايه، واتعلم من حياتي اللي فاتت ايه اللي حصل فيها دمرها، وايه اللي انا ضحيت بيه مش عايزة اضحي بيه تاني، وايه اللي تعب اعصابي ما اعملوش، وايه اللي خلاني حياتي تتسلب مني ومشاعري تتسلب مني وانهار واوصل للمرحلة دي. فحاذر المرة الجاية واقول مش هخط الخطوة دي، او مش هعمل كده، او احط حدود لنفسي في الحتة دي. كل واحد حر، كل واحد حر. اصل دي نفسي انا، بتاعتي انا بس اللي هتحاسب على نفسي. وان كنت انا اذيتها او ما اذيتهاش، او كنت منصفة ليها او لا، او جيت عليها او لا، دي نفسي انا، بتاعتي انا، ربنا مديها لي انا وهيحاسبني عليها انا. وان كنت انا اقدر اسعد نفسي وفي ايدي اسعد نفسي وتأخرت، لا ليه اعيش تعيسة طول حياتي؟ بغض النظر بقى عن تامر او غير تامر، انا بتكلم عن اي واحدة في الكون، اي واحدة على الكوكب، اي واحدة على الكوكب ما حست ان الحب ده دمرها وخلاص خدت الخطوة دي. وايا كان، حتى لو الناس كلها شايفة ان رجوعكم عشان ولادكم وانا شايفة غير كده، يبقى انا. وبرضو انا مصرة ان شاء الله ربنا يبعد عنهم شياطين الانس. شياطين الانس، لان في شياطين فظاع، ربنا يبعد عنهم شياطين الانس، لان شياطين الجن دول بيتسلسلوا في رمضان. احنا بقى شياطيننا قايمة ليه مش قاعدة؟ ما في مسلمين كتير على فكرة ما بيصلوش يا ستي اللي بتقولي هو بيصلي على صنم ولا ما بيصليش على صنم ولا بوزي. ما في على فكرة مسلمين كتير اسما مسلم، اتولد لقى نفسه مسلم، بغض النظر بقى هو بيصلي هو ما بيصليش، هو علاقته بربنا ايه، دي حاجة بينه وبين ربنا. احنا ما بنقدرش نتدخل في الحاجة بين العبد وربه، دي بتاعت ربنا بس. هي شايفة ان هي عايزة حد تاني بمواصفات معينة، حد تاني يراعي ربنا فيها، حد تاني يديها وقته يديها حبه. قالت مش شرط يكون مشهور، انا حتى مش هجوز بنتي ابدا 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 لواحد مشهور، لان هي تعبت في ده، واي واحدة فينا هتتعب في ده، الا لو هي واحده بقى ايه الند بالند، يعني زي ما انت مشهور انا مشهوره، انت ليك معجبين انا ليا معجبين، انت عندك اوردرات بتصور وانا كذلك، فكل واحد هيفوت للتاني عشان الدنيا تمشي. تمام. في ناس بتسيب الدنيا دي كلها عشان ولادها، وفي ناس ما بتقدرش، وفي ناس بتبقى في عز نجوميتها وتاريخها وفجأة يحصل لها اي دروب في حياتها، تلاقيه انطفى، وقع، ما بقاش موجود، بعد عن الساحة. بعد ليه وعشان ايه؟ احنا ما نعرفش. وياما مرت علينا في التاريخ حاجات زي كده على فكرة، يعني مش حد واحد ولا اتنين ولا تلاتة، ده كتير. فكل واحد من حقه يختار الحياة، يرسم حياته زي ما هو عاوز، ويحقق اللي يقدر يحققه منها، واللي ما يقدرش يحققه السنة دي يحققه السنة الجاية. انتوا ليه تعبانين في نفسكم؟ المهم خلينا في الست الجميلة بتاعتنا فريدة سيف النصر. قالت انا اتفرجت على بسمة
كل الكلام عادي جدا ولا غلطة، منتهى العقل، ده اللي انا قلته والله قبل كده، منتهى العقل منتهى الرقي. عشان كده هي وتامر لايقين على بعض، بعيدا عن خراب البيوت وخرابين البيوت. وقالت للناس اللي بتهاجم، في عيال يا جماعة، البنت الكبيرة بقت عروسة وابوها اول حب في حياتها، زي اي واحدة فينا في الدنيا. اول واحد بيخش قلب البنت هو ابوها. انا لحد سن كذا تلاقي الواحده بتقول لك هتجوز بابا هتجوز بابا، لحد ما تدرك بقى ان ما ينفعش تتجوز بابا. فاول حب بيخش قلب البنت فعلا هو باباها. فهي الست بتتكلم بتقول الاب ده اول حب في حياتها، وهتحس بالخيانه لو بابا ساب ماما. ربنا يبعد عنكم ولاد الحرام بتوع انا ومن بعد الطوفان. وده كان رأي الفنانة جميلة والله، أنا بعشقها صراحة، فريدة سيف النصر. وطبعا كل الشكر ليها، وكل سنة وهي طيبة. وكلام بسمة نفسه فعلا في الحلقة، أنا دخلت مفيش يا جماعة، هي ما بتغلطش. هي حتى لو هي بتغلط في العادي، بس هي قدام الكاميرا بتبقى واحدة عارفة هي بتقول ايه كويس، ومحافظة على كلامها كويس، ومحافظة فعلا على الحدود، وعاملة فعلا احترام بينها وبين أو أبو أولادها، عشان ده أبو أولادها، وده في وشها فيما بعد. والعلاقة حتى بينها وبين تامر وولادهم زي ما هي، ربنا يحفظهم ويبعد عنهم فعلا الشياطين. في ناس فعلا كده بتخش اللي هي ايه ده انتوا بتضحكوا وانتوا متطلقين، ايه ده انتوا بتخرجوا مع بعض وانتوا منفصلين والدنيا بحالها بتتكلم عليكم. لا، ما ينفعش. احنا لازم نحط السم بتاعنا في الموضوع، ولازم نحط الحاجات بتاعتنا اللي تخلي تزود الطين بلة زي ما بيقولوا، فايه النفوس تشيل من بعض. طب ليه يا جماعة؟ خلاص، بدل بعد ما كنا بنخرج احنا والولاد ونروح النادي احنا والولاد ونجتمع اول رمضان احنا والولاد ومش عارف ايه، لا خلاص الموضوع بقى عادي. احنا لازم نبوظ العلاقة، كل واحد يخرج بولاده لوحده، فالتانية تقول لك لا مش فاضيين النهاردة، مش هتشوفهم النهاردة، فيشوف العيال بميعاد وما يشوفهمش. ليه يا جماعة؟ ليه ما تخلوا حتى في تحضر وفي هات وخد بينهم، يمكن الود يرجع تاني. انت هتستفاد ايه ولا انت هتستفادي ايه؟ ولا الناس اللي شايفة ان هي طلعت غنت الاغنية دي بس عشان تغيظ تامر. طيب هي كانت بتغيظ تامر، شام بقى كانت بتغيظ مين؟ يعني ماشي، دي بتغيظ جوزها او طليقها، دي بتغيظ مين؟ كل واحدة ليها ظروفها، والناس طالعه رايحين يتبسطوا، مسافرين ومعزومين على الفطار في دبي، والوضع كان حلو، وفي ناس كتير فنانين كانت موجوده، ومن ضمنهم سميرة سعيد. وسميرة سعيد مغربيه طبعا، وبسمه مغربيه، وانتوا عارفين ده كويس، واحنا كلنا هنا بنعشق سميرة سعيد. وشوف والست عملت يعني ايه حاجه كده لسميرة سعيد، هي وشام الذهبي. ايه المشكله؟ لا جابت سيرة تامر، ولا قالت ان انا بغني لتامر، ولا قالت كاني، ولا قالت ماني، ولا قالت حاجة خالص. وكلام بسمة ان هي يعني عشان الناس اللي كلها بتقول ايه داخلة عشان تامر وفلوس تامر، وهي الست قالت انا كنت مبسوطة بالعلاقة في الاول، يعني زي اي عروسه. عارفين يعني ايه عروسه لسه كده داخله حياه جديده وبتبني حياتها من جديد، او بتقول اول كام سنه، ما حددتش كام سنه، ما حددتش سنه، ما حددتش 2، ما يمكن اول سنه دول اول 10 سنين مثلا، اول 6 سنين، اول 7 سنين. مين فينا ما بيجيش في بيته حاجات كده؟ قالت ان انا كنت مبسوطه اول كام سنه، وبعد كده حسيت ان الانبساط ده راح، لان انا كنت بلاقي نفسي طول الوقت لوحدي بحكم طريقه شغل تامر طبعا، والمشاكل والاشاعات اللي بدات تطلع، والدنيا بحالها كانت فعلا بتنخور في ودنها. وبقول لك ايه، الزن على الودان امر من السحر، ولا ما تعرفوش المثل ده؟ حتى رامز بيسألها سؤال، بيقول لها انتي سبتي تامر عشان ما عندكيش ثقة فيه؟ قالت له انا عمري ما فقدت الثقة في تامر. طب بتفكري في الرجوع؟ قالت له لا. طب وتامر لو اتجوز؟ قالت له براحته، يعني ده يعني عادي، بس الله اعلم بقى القلب فيه ايه. هتقدر تتحمل حاجة زي كده؟ هو هيقدر يتحمل حاجة زي كده؟ هو بطبيعة شغله وبطبيعة حياته هيبقى الوضع زي ما هو، لكن هي لا، هي مش هتستنى. هي أمورة وعسولة وحلوة، ومامتها على فكرة أمورة، يعني أنا شفت الصورة مفيش فرق، مامتها أمورة برضو، وست ليدي كده وشيك في نفسها،
وده كان كلامي عن بسمة النهاردة. نيجي بقى للست بقى اللي ايه اتسلى بقى عليها بقى، الست اللي هي ايه نخلة دي اللي محدش يعرفها اصلا. سارة نخلة دي هي مواليد 1990، خدت لقب جمال سوريا عام 2015. معلش بس ركزوا في السنة اللي بقول لكم 2015 دي اللي خدت ملكة جمال سوريا. 2015 ما كانش في حد في سوريا اصلا، يعني السوريين نفسهم سابوا سوريا، يعني كان تقريبا التلتين هنا في مصر. وانا مش عارفة هي دخلت خدت لقب ملكة الجمال بتاع سوريا، مين اللي اداها اللقب، بس ما علينا، المهم ان هي خدته. الست حلوة ماشي. هي اتولدت اصلا في السعودية، وعاشت فيها 13 سنة في الدمام، وبعدين رجعت سوريا، وبعدين وكانت اتخرجت من كلية الصيدلة في عام 2013. بس هقول لكم بقى ايه يعني ايه، مش هقول لكم، لان في مقال كان مكتوب عنها في ايجيبتيان، على مقال على الفيسبوك، يعني كان بصراحة مهاجمة اكتر من اللي انت مهاجمها لبسمة بكتير. وتقريبا اللي كان مهاجمك حد يعني مش قليل، او موقع يعني معروف سنة 2020، يعني ان هي يعني بتنتمي لأم مصرية، بس هم يعني لا تنتمي للمصريين بصلة ولا للشعب المصري. منشور يعني انا مرضاش بصراحة ان انا اقوله. كل الكلام اللي انا عايزة اقوله، انتي مالك، انتي مالك. هي خدت من جيبه فلوس، جاب لها عدلها، وقف لها ألبومات ودفع للمنتجين عشان الألبومات ما تنزلش. انتي مالك؟ هو لا خد منك وادالها، ولا شاركك في حاجة، ولا خد رأيك في جوازها، ولا طلب منك رأيك ان انت تهاجمي اولاده، ولا قال لحد في الدنيا ان هو افضل من بسمة لحد دلوقتي. لما طلعت برضو جليلة سابها برضو تاكل في نفسها. وبرضو على فكرة يعني جليلة دي اتشهرت بس من كلامها عن تامر، وان هي على علاقة حب بتامر، وان هو مش عارف ايه وايه وايه وايه. سابها برضو تهري وتنكت في نفسها، ما طلعش حتى قال تصريح ولا قال صدق ولا كذب، بالعكس اللي يتكلم وهو الراجل ماشي في طريقه زي ما هو ماشي. نيجي بقى للناس اللي اتكلمت وقالت التيك توك اللي نازل عشان هي بتغيظ تامر ومش بتغيظ تامر. كل بقى اغنية وكل حركة هنقف للست عليها ونقول اصل بتغيظ تامر، اصل تقصد تامر. لا موتي بقى، ما تموتوها بقى وهي عايشة، ما تكتموها. بلاش تضحك بقى عشان منفصلة، بلاش تلبس، بلاش تغني، بلاش ترقص، بلاش تتنطط، بلاش تعيش ولا تتنفس عشان كانت متجوزة نجم جيل. خلاص هي اتجوزته وانفصلت منه، يبقى انفصلت عن الحياة. ما تعيش بقى عشان كانت متجوزة تامر حسني. تامر حسني كلنا بنحبه وانا والله واحده من، انا مش عارفه ليه انتم محسسيني ان انا ما عنديش اي انتماء خالص ليه. لا انا زيكم. انا بس لما بلاقي حد مظلوم ويعني وفي وسط بلد مش بلده، واصلا يعني هي خلاص دلوقتي راضينا او ما رضناش، ولادها دول مصريين، جنسيتهم مصريه، حتى لو امهم مغربيه بس هم اصلا مصريين. يعني ولادكم رضيتم او ما رضتوش، قبلتوا بالوضع او ما قبلتوش، ولادهم خلاص منكم. على حسب بقى هي قاعده فين، ومين اللي مقعدها، ومين اللي بيصرف عليها، ومين ومين ومين. انت بتصرف على اولادك يا حبيبي. جاب لها وعدلها واتشهرت وما اتشهرتش، يا رب تتشهري شهرتها يا اللي اتشهرتي وتاخدي وجعها معاكي. يعني لو انت باصه للشهره اللي اتشهرتها ومش باصه بس لوجع قلبها، طب هي سابت لكم الشهره وسابت لكم كل حاجه، هو انتوا ايه هتخشوا مكانها؟ طيب هتخشوا مكانها. يعني الست اللي بتقول كنت بعد اول عيل، بعد 2، بعد 3 مش عامله فرخه اطفال. حبيبتي هو انت ما تعرفيش، ما خدتيش في دينك، يعني لو انت عندك دين، يعني ان الاطفال دي رزق بتاع ربنا بيجي بميعاد احنا ما بنقدرش نحدده. الواحده بتبقى عامله حسابها واخده ومركبه لولب وبتاخد حبوب منع الحمل وبتاخد حقن وبتاخد حاجات، وتلاقي نفسها حامل، وبعدين ربنا يخليهم ولاد زي القمر زي القمر.
حلوين وأمامير ومتربيين وبتعلمهم القرآن وبتعلمهم الصلاة ومثقفة وما شاء الله مصاحباهم، وفي كل خروجه هم معاها، ما بتخرجش من غير ولادها، بتلبس وبتتصور وبتعمل، ما تلبس وتتصور وتعمل. امال هتدفن نفسها؟ انت لو مكانها ما انت هتعملي كده. انت لو مرات تامر حسني وانفصلتي هنقوله ان انت كنت متجوزاه عشان الشهرة، ولا انت كنت بتحبيه؟ انت دخلتي في القلوب ولا تعرفي القلوب فيها ايه؟ ليه كل الهجوم؟ انا كل يوم والتاني بلاقي معرفش في حاجة بتحركني لحد ما جات لي الرسالة. شفت الست بتغني، ما تغني. ما هو بيغني طول الوقت وبيغني للحبيبة طول الوقت، والهجر يبقى ايه؟ بيكيدها هو رخر ولا هي خلاص؟ كل واحد ليه طريقته، كل واحد ليه طبعه. رمي الكلام ده، نسيت اسمه الصراحه، ان انا لقح على حد وحد يلقح عليا واخد الكلام بقى ايه، اقصه واوظفه زي ما انا عاوز او زي ما انا عاوزه. نظام رخيص قوي بصراحه. يعني الست كافيه خيرها شرها، ولا جابت سيره تامر لا بحلو ولا بوحش، وهي كل كلامها برضو كان عليها هي ونفسيتها هي وقلبها هي. حتى الاغنيه اللي هنطلعها هنقول معرفش ايه. طب هي دي اغنيه سميرة سعيد من امتى؟ من سنين والناس كلها بتغنيها. طب انا هغنيها دلوقتي؟ ابقى بغنيها لتامر حسني انا رخرة، ولا بغنيها لجوزي بقى، ولا بغنيها لواحد كنت مختلفة معاه؟ دي اغنية عادي، وهم عملوها شكلها حلو. ولو كنت شفته شام في الاخر اتفطرت من الضحك من كتر ما هي مش عارفة حتى تكمل. ضحكوا على شكلهم على التيك توك، وفيديو لذيذ جدا وجميل جدا ولا يتخطى الدقيقة يعني. خلاص بقى بروباجندا. الدنيا كلها فيها وفيها، واحنا في رمضان.